رسميا اللجنة الأولمبية تعلن عن فتح الباب أمام الأهلي حتى يوم 24 مارس لتقديم مستندات جديدة. لمتابعة الخبر أرجو الاشتراك في القناة. رسميا اللجنة الأولمبية تعلن عن فتح الباب لاستقبال أي أوراق جديدة تخص النادي الأهلي والشكاوي والردود من جميع الأفراد حتى يوم 24 مارس. تعرف على ما حدث. حتى يوم 24 مارس اللجنة الأولمبية فتحت الباب لاستقبال أي أوراق جديدة يريد النادي الأهلي تقديمها في شكاوي أو أي أدلة جديدة يحصل عليها النادي الأهلي يقدمها للجنة الأولمبية من النهاردة حتى يوم 24 مارس. وكمان في فرصة لاتحاد الكرة والرابطة وأي طرف تاني لو عايز يرد أو يبعت أي أوراق تخص الشكاوي، فهو عنده فرصة لحد يوم 24 مارس يبعت كل الأوراق المطلوبة اللي ظهرت معاه، أو كل الأوراق اللي ممكن يشتكي بيها، أو كل الأوراق اللي ممكن يفيد بيها بالشكوى الموجودة. أما بقى من بعد 24 فالأولمبية خلاص لن تستقبل أي أوراق جديدة، وسوف تبدأ بقى في الاجتماع والتحقيق من أجل بعد كده القرار اللي هيصدر بإذن الله من قبل اللجنة الأولمبية، وهيكون قبل العيد إن شاء الله.